اسمي سعيد ساتو، عمري 40، من أوتسوكا في داخل طوكيو، ودرست في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. عاش حياة الجاهلية، أراد معرفة الحقيقة. الياباني سعيد لم تشبع البوذية روحه، فسافر واجتهد حتى أصبح اليوم مساهما في ترجمة معاني القرآن لليابانية. قبل إسلامي كان هناك فترة صعبة، وكنت أشعر فيها ضيقا وحرجا. شيخ سعيد الغالي، كيف وصلت إلى الإسلام؟ وكيف وجدت الإسلام مع وجود وزحام الحياة المادية هنا في اليابان؟ التحقت بكلية الفلسفة الهندية، نعم. يعني كلية بوذية. نعم. يدخل فيها أبناء الرهبان البوذيين وهؤلاء. وبعدما التحقت بهذه الكلية وجدتها بفراسة أنها لا تفيدني في هدفي، وهو اكتشاف سبب الحياة وطريقة الحياة ومنهج الحياة الصحيح. نعم. تركت الدراسة وخرجت من اليابان مسافرا إلى الهند. نعم، ذهب إلى الهند باحثا عن الحق وما يريح ضميره، ولكنه فشل في هذه المهمة فلم يجد الإجابة على أسئلته، ثم انتقل إلى الصين، وهناك لأول مرة وجد مجموعة من المسلمين وتعايشت معهم، يعني كنت آكل من طعامهم. نعم. وكنت ألعب معهم. نعم. وكان عمري يعني 20. نعم. كنت شابا. لم يخطر على بالي أن الإسلام هو يقدم لي ما كنت أبحث عنه، لكن شيئا فشيء بدأت أفكر وأبحث وأدرس عن الإسلام.イスラムという宗教は私自身そうだったんですが、私自身とても現代の文明とかそういうものから遠い野蛮な人たち、あるいは日本人からとても遠い文化に属する人たちの教えと思っていたことがありました。でも少し学んでみると実際にはそういうものではなく、日本語でいう宗教という枠では捉えきれないくらい非常に包括的な人生の人間が必要とする全ての側面をカバーしたとても完璧で包括的な教えだということが分かりました。وفي يوم من الأيام وهو في أحد المكتبات اليابانية وجد أرقام لجمعيات إسلامية في اليابان فاستغرب. ما كنت أتصور أن هناك اليابانيين المسلمين اليابانيين من أهل اليابان، لكن وجدت جمعيات والمؤسسات والمساجد، فطلبت منهم إرسال الكتب عن الإسلام باللغة اليابانية فقرأت. بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه كأن سطوره فجر وعطر وقد ضم الحياة بدفتيه. الإسلام دين شامل، لا يقتصر على تعليم الأخلاق فقط. 特に私の場合は道徳、以前はイスラムあるいは中東とかアラブ世界、イスラム世界にはそんな道徳、そんな高い倫理道徳があるとは想像していなかったんですが、イスラムのことを学んでみて、また実際にムスリムの人たちと関わってみると、とても素晴らしい面がたくさんあって、イスラムという教え自体にはとても高い道徳理念というものがそもそも含まれているわけですが、実践の上においてもその多くの部分をムスリムの人たちが実践しているということが分かりました。بعد بحث طويل استقر في قلبه الإسلام
لم يكن في مدينته أي مركز إسلامي ولا يوجد مسلمين حوله، فلذلك قرر السفر إلى طوكيو. وزرت أحد المراكز الإسلامية وقلت لهم أني أريد أن أسلم، فنطقت شهادتين. فبعدما نطقت الشهادتين قال لي هذا الموظف: هنيئا لك، الآن تبدأ حياتك الجديدة. نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع، آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع، آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. الشعب الياباني كالجهاز المعقد، لا يمكن إصلاحه إلا بأدوات خاصة، وهذا هو منطق الدعوة. لا يمكن الوصول إليهم إلا إذا استقمنا على أخلاق الإسلام. はい、私はムスリムであることを誇りに思っていますし、ただ誇りに思うだけではなくて、そのイスラムという教え、もちろん人間というのは不完全な生き物であって、忘れたりもしますし、あるいは怠けたりもしますが、イスラムという完璧な教えにそぐうようなそういった良いムスリム、本当にイスラムの教えを実践しているムスリムになりたいと思います。ただ誇りに思っているだけではなくて、実際にそれを実践して良いムスリムになりたいと思います。